عاوز صفر الضريبة افرضها على الموظف اللي مرتبه فوق من ال25,000 جنيه في الشهر. عاوز صفر الضريبة افرضها على اللي عنده بدل العمارة عنده 2 و3 و4. عاوز صفر الضريبة افرضها على اللي عنده بدل الفيلا عنده 2 و3. عاوز صفر الضريبة افرضها على اللي عنده بدل العربية عنده 2 و3 و4. عاوز صفر الضريبة افرضها على اللي عنده أكتر من 5 فدادين أرض زراعية. عاوز صفر الضريبة افرضها على الملاهي الليلية اللي موجودة في شارع الهرم. عاوز صفر الضريبة افرضها على شركات ومصانع الدخان. عاوز صفر الضريبة افرضها على القنوات الفضائية الخاصة اللي بتعمل في مصر. عاوز صفر الضريبة افرضها على شركات الدعاية والإعلان. عاوز صفر الضريبة افرضها على الممثلين. عاوز صفر الضريبة افرضها على الإعلاميين اللي شغالين في القطاع الخاص. افرضها على القنوات اللي عشان تستضيف ممثل أو ممثلة بتدفع له في الحلقة 1,000,000 جنيه. عاوز صفر الضريبة افرضها على لاعيبة كرة القدم. عاوز صفر الضريبة افرضها على الاتحاد المصري لكرة القدم، لهم 10 سنوات بياخدوا رواتب على الفاضي، وكل ما بيدخلوا بطولة بيروحوا وبيرجعوا ومعاهم خيبة الأمل راكبة جمل. عاوز صفر الضريبة افرضها على المطربين والمطربات. عاوز صفر الضريبة افرضها على الرقاصات اللي بتاخد في الساعة 100,000 جنيه. عاوز صفر الضريبة افرضها على محلات بيع الخمور. عاوز صفر الضريبة افرضها على شركات الإنتاج السينمائي. عاوز صفر الضريبة افرضها على شركات القرى السياحية. عاوز صفر الضريبة افرضها على دور السينما. عاوز صفر الضريبة افرضها على الشركات المنظمة للمهرجانات في الساحل الشمالي. كفاية كده ولا نقول كمان؟ هم دول اللي المفروض ترفع عليهم الضرائب، مش تيجي على المواطن المصري الغلبان مع حدود الدخل ومعدوم الدخل، وكمان تيجي على المواطن المصري المغترب. يا عالم اتقوا الله شويه.